اهلا بيكم وحلقه جديده والكره مع الوب. حلقه جديده وحلقتنا النهارده عن ريال مدريد برشلونه، لقاء الكلاسيكو اللي اتلعب 4-0 ريال مدريد في ملعب الكامب نو. مباراه كان لازم نتكلم عنها حتى لو بعد يومين ثلاثه. لقاء كان رد اعتبار لانشيلوتي، لقاء كان فيه احداث كتيره، لقاء يبين لك نقاط الضعف والقوه في ريال مدريد، لقاء هنتكلم عنه باستفاضه. لكن لو لسه اول مره بتتابعني اخبط اللايك والسبسكرايب المتين وتعالى قول لي رايك في النقاط اللي هنتكلم عنها. ريال مدريد بدأ اللقاء، بدأ يدافع. هو ما كانش نازل يدافع، لكن ريال مدريد بدأ يدافع لاني اتفاجئ ان برشلونة ما دفعتش رغم ان هي متقدمة في لقاء الذهاب 1-0، ودي كانت مفاجأة بالنسبة لي ان تشافي نزل يستحوذ على اللقاء ونزل يهاجم. فده مش من الطبيعي اصلا انك تبقى كسبان ريال مدريد وانت ناقص عندك لعيبة كتير. يعني ناقص عندك بيدرو، عثمان ديمبلي، فرانك دي يونج، وده اللي هنحكي عنه. ناقص عنك الكتلة بتاعتك والقوة بتاعتك وكريستنسن كمان في الدفاع. فناقص عنك 3 4 لعيبه تقال، يعني دول لعيبه اساسيه اللي انا بكلمك عليها. فانك تهاجم ريال مدريد وانت عارف ان هو محتاج ان هو يفوز، فتفتح له الملعب فيلعب على الهجمات المرتده، فتتلبى 4 على ملعبك، وتبقى نتيجه تاريخيه ما تعودناش ان ريال مدريد يحققها اصلا على برشلونه في البرنابيو. فالمره دي كمان بيحققها في استاد الكامب نو وتعمل ضغوط على نفسك من البدايه. دي كانت نقطه رئيسيه هنتكلم عنها، دي من اسباب خساره برشلونه. يعني احنا هنتكلم عن ريال مدريد وازاي فاز ونقاط القوه والخساره، وكمان برشلونه ازاي خسر. النقطتين انا او النقطه اللي انا حكيت لك عنها من شويه دي نقطه رئيسيه ان برشلونه ليه خسر. برشلونه دخل اللقاء على غير العاده، دخل بثقه ان انا كسبان لقاء الدوري، كسبان لقاء الكاس اللي قبله، كسبانك في السوبر، انا دايس على وشك بمعنى اصح، فانت مش هتكسبني في اللقاء ده وانا متقدم عليك 1-0 وانا بلعب في الكامب نو. تشافي طمع في المباراه. طمعه في المباراه كان ممكن، يعني انا عاوز اقول لك حاجه، هي يعني تفاصيل صغيره فرقت. يعني الكوره اللي جات لفينيسيوس وحطها جون من هجمه مرتده، لو كان كورتوا ما شالهاش كانت هتبقى 1-0 لبرشلونه، كانت المباراه اتغيرت بالكامل. بس هي مباراه كره القدم تفاصيل حبتين. وكمان برشلونه لعب شوط اول محترم، خذلوا الحظ ان هو في اخر الماتش، اخر الشوط الاول دخل في هدف. لكن كمان في لقاء الدوري ما هو خدموا الحظ ان في نهايه الشوط الاول كان حقق التعادل ورجع كسب. فهي كرة القدم تفاصيل، فده السبب الرئيسي في خسارة برشلونة من وجهة نظري، عشان تبقى فاهم. يعني برشلونة خسر لان برشلونة حب يخسر، لانه لعب بالطريقة ما كانتش الصح. انت كنت تدافع زي ما عملت في لقاء الذهاب، وكنت هتلاقي ريال مدريد طلع لك لبره بقى حبتين، كنت تبدا تلعب بقى على الهجمات المرتده، وكان الموضوع بالنسبه لك هيبقى اسهل حبتين. الشوط الثاني من حظ برشلونه السيء ان ريال مدريد حط جون بعد 7 8 دقائق بكريم بنزيما. فاللي هو اللعيبه ايه 2-0، طب اوبا ده احنا عاوزين تبقى 2-1 وكده يصعد ريال مدريد بفرق الهدف اللي بره الارض. طب ايه اوب الهدف الثاني الثالث من ضربه جزاء، الهدف الرابع لبنزيما من صناعه فينيسيوس، وفينيسيوس برضو ضربه الجزاء هو اللي جايبها. فالمباراه 4-0، مباراه كارثيه على ملعب الكامب نو. طلع تشافي، لان تشافي ذكي قبل الماتش قال لك انا شايف ان ريال مدريد هو المرشح الاقوى للبطوله. تصريحات تشافي هي ذكيه، هي بتبعد الضغوط عن نفسه عن اللعيبه بتاعته، عشان لو خسرنا يطلع يقول بعد الماتش التصريح اللي فعلا طلع بعد الماتش وقاله انا قلت لكم ان ريال مدريد هو المرشح الاول للبطوله لانه كسبان دوري الابطال. فده تصريح بيشيل الضغط، بيشيل العبء من على نفسه، من على اللعيبه بتاعته. لكن ريال مدريد في الماتش ده اول نقطه هنتكلم عنها هي رد الاعتبار. فعلا انشيلوتي بيرد الاعتبار. كميه الانتقادات والاساءات اللي خدها انشيلوتي اخر فتره من جماهير ريال مدريد، والعشوائيه واللا نظام اللي بيلعبه، والتشكيك في قدرات انشيلوتي ان هو مدرب كبير. بصوا طلع رودريجو اتكلم عن انشيلوتي وقال لك ان انشيلوتي مش افضل مدرب في العالم يعني تكتيكيا. رودريجو ده الصغير 21 سنه قال لك ان انا شايفه مش افضل مدرب في العالم تكتيكيا. ما هوش البيب جوارديولا، رغم ان رودريجو ده ما اتدربش تحت مدربين تاني، بس اكيد يعرف مدربين تقال تكتيكيا وفنيا. لكن طلع قال جمله مهمه خالص، قال لك ان انشيلوتي من افضل المدربين النفسيين اللي ممكن يطلع من جواك كل حاجه، ودي تفرق. وتشوفها بعد الماتش لما طلع للعيبه وقال لهم احنا ما كناش في النهائي، احنا في نص النهائي. اللعيبه بتضحك باسترخاء بالكامل، مبروك اخر حاجه انتوا اجازه بكره. اللعيبه بتهيص وبتهلل. في علاقه قويه بين اللعيبه وبين المدرب. فالمدرب اللي عنده علاقه مع لعيبته ممكن يطلع منهم اقصى ما يمكن، ودي الاستفاده القصوى. ودي على فكره كانت عامل نفسي كمان في الثلاثيه بتاعت ريال مدريد مع زيدان برضو كان بيعرف يطلع من اللعيبه بتاعته كل اللي هو عاوزه. انشيلوتي في ناحيه التعامل النفسي مع اللعيبه هو ذكي. والناس اللي متابعه كره القدم تفتكر له موقف فرانك ريبيري لما كان في باير وطلعوا انشيلوتي، وراح كان متضايق قوي فرانك ريبيري وما كانش طايق نفسه، راح انشيلوتي حضنه وبس، فاللعيب ضحك. فانشيلوتي في التعامل النفسي لا،
هو استاذ، هو بروفيسور، هو اعلى من اعلى مدرب كمان في حته التعامل النفسي. عشان كده كل لعيبه البرازيل تتمنى ان انشيلوتي يجي يدرب المنتخب. رغم مكسب ريال مدريد الكاس، او رغم اقترابه من مكسب الكاس، وصل الفاينل لانه هيقابل اوساسونا، واوساسونا ما هوش الفريق اللي ممكن يوقف ريال مدريد. ورغم وجود ريال مدريد في ربع النهائي، ومباراه تشيلسي هي صعبه بكل المقاييس، لكن ما هياش صعبه ان انت تفوز فيها، خصوصا في ظل مستوى تشيلسي الحالي في الدوري الانجليزي. لكن انشيلوتي وارد برضه بالنسبه، يقول لك انا كفايه كده، هروح البرازيل ادرب منتخب، اقعد 4 سنين مع المنتخب، اضمن مستقبل الدنيا تبقى اريح. لكن من جواه انا حاسس ان انشيلوتي عاوز يكمل في ريال مدريد. لقاء رد الاعتبار لانشيلوتي بدا بتشكيل، انا هقول لك بقى وجهه نظري. ريال مدريد فاز ليه باربعه؟ اول حاجه فاز باربعه لان دفاعه كان عالي. وجود كامافينجا كباك شمال عطاك اريحيه، قوه دفاعيه متينه، الواد ما بيتلمش بسهوله، الواد تحسه وحش فعلا. ده رقم واحد. رافينيا كان الماتش كله عاوز يدي الكوبري بس الكامافينجا، ما كانش في مخه اي حاجه غير ان انا الم كامافينجا. استدرجوا للنقطه دي. رافينيا ده لو في مستواه يعلم على اي حد، بس كامافينجا جابوا للنقطه دي، اللي هو انا هلمك. يعني كل هدف رافينيا ما بقاش ان هو يجيب هدف ولا انه يصنع ولا حاجه، ان انا هلم كامافينجا. كامافينجا انا من وجهه نظري واحد نقدر نقول عليه مان اوف ذا ماتش. ده راجل ملتحم 14 التحام جايب منهم 10. ده راجل كل تمريراته صح، ده راجل بيخلى فينيسيوس. هذه النقطه اللي كنا بنتكلم عليها. ريال مدريد اراوخو لما بيمسك فينيسيوس بيدوس عليه. ليه؟ لانه ما عندوش حد باك في ظهره. يعني فينيسيوس ده لو في ظهره مارسيلو في عزه كنت هتلاقي لعيب تاني خالص. انا قلت في حلقه وارجع بص عليها، اسباب خساره الريال في بعض المباريات هو انشيلوتي. فكره ان انا اسيب فينيسيوس مع نفسه، فكره ان انا كل اللعب مبني على فينيسيوس، فطبيعي تطلع منه كوره واثنين وعشرة. فاول ما جبت له باك شمال محترم الموضوع فرق تماما مع ريال مدريد. ريال مدريد الباك الناحيه الشمال من ناحيه كامافينجا وفينيسيوس داسوا على راوخو. فينيسيوس جايب ضربه جزاء، فينيسيوس صانع جون، فينيسيوس حاطط هدف، الموضوع فرق تماما. دي النقطه الاولى. فريال مدريد اول حاجه لازم يعملها في التعاقدات ان هو يجيب باك شمال محترم. باك شمال نعرف نلعب بدل الحاج مندي اللي بيدافع ومش بيهاجم. مندي هتقول لي توازن دفاعي، ها كامافينجا لعب وعمل توازن دفاعي وعمل شكل هجوم، وريال مدريد حاطط على برشلونه 4 في ملعب الكامب نو. دي نقطة. النقطة الثانية رجوع كريم بنزيما. كريم بنزيما فترة الصيام، فترة التوهج بالنسبة له، شهر رمضان الكريم. كريم بنزيما بيلتهم أي حد، بيفطر على أي حد. فطر الماتش اللي فات بثلاثية، الماتش ده بثلاثية. تشيلسي جاية يا عينيا وهنحط على تشيلسي لو كريم بنزيما في الحالة دي. كريم بنزيما هو اكتر لعيب واجه انتقادات الموسم ده، وانا قلت وما زلت بكرر ان كريم بنزيما كان من الافضل له عدم الرجوع لمنتخب فرنسا، لان الموضوع اضره اكتر ما فاده. كريم بنزيما في حاله رجوعه لما رجع منتخب فرنسا وحس انه هيلعب كاس عالم، ومره واحده اتغدر بيه، الواد ما رجعش من يومها. يا دوبك كريم بنزيما رايح يفوق، يا دوبك كريم بنزيما رايح يرجع لمستواه. عشان كده ريال مدريد بشكل خطر من جديد على اوروبا في حاله استعاده كريم بنزيما مستواه. عملت حلقه في اول السنه قلت ان ريال مدريد هيخسر الدوري لو كريم بنزيما اتصاب او مش في مستواه، وقد كان. ريال مدريد خسر الدوري الاسباني السنه دي بسبب كريم بنزيما، انه اتصاب وما كانش في مستواه في معظم المباريات. ارجع للحلقه دي وبص عشان تعرف ان الواحد مش بيقول توقعات ولا بيفتي. كره القدم 1+1 هما 2، هي تكتيكات. الواحد بيتوقع بناء على اراء، بناء على حاجات الواحد بيشوفها. ريال مدريد تقله السنه اللي فاتت كان في 4 لعيبه: كورتوا، مودريتش، بنزيما، فينيسيوس. السنه دي في ضلع غاب منك وهو بنزيما. ريال مدريد وقع محليا، وقع حتى لو وصل نهائي الكاس، بس وقع على مستوى الدوري. النقطة الأخيرة اللي تتفق معايا فيها وتختلف، يعني أنا بالنسبة لي يعني، هي وصول فينيسيوس لأعلى مستوى ليه. هتقول لي رودريجو بيلعب حلو، هتقول لي نص الملعب متكامل، هتقول لي مش عارف ايه، هقول لك كله ده تمام. بس بص على المباراة دي، مان اوف ذا ماتش فيها بلس كريم بنزيما، كامافينجا، كورتوا ياخد حقه برضه في الاول وفي الاخر. لكن فينيسيوس الواد ضربة جزاء، حاطط جون، صانع جون لبنزيما. الواد دايس على وش اي حد، افضل جناح على مستوى العالم. انا هقول بالنسبه لي انا العقليه البرازيليه دي ما شفتهاش كتير. هو بيحب يميل حبتين من ناحيه الترقيص، بيرقص كتير، لكن عقليه ان انا كل ماتش ناس تستفزك وتطلع اسوأ ما فيك وتفضل محافظ على التوازن الذهني بتاعك وتفضل بتلعب في المباراه. فينيسيوس بالنسبه لي حاله برازيليه نادره الى الان لو كمل على المستوى ده، لان نيمار كان حاله برازيليه عاليه قوي، لكن نيمار داس على نفسه بحته ان هو راح باريس. نيمار لو كمل في برشلونه كان هيبقى هو الاساس وحجر الاساس. ما اعرفش، اللعيبه البرازيليه دايما ما بتعبرش، ولينا امثله كتير في ريفالدو، رونالدينيو حاليا اللي بيلعب والزمن جه عليه يعني.
فاتمنى ان فينيسيوس تفضل العقليه الاوروبيه في الشخص البرازيلي ده، لان فينيسيوس بالحال اللي هو فيه هيكون افضل لاعب في العالم خلال سنتين ثلاثه بالكتير قوي. هيدوس على مبابي وهيدوس على هالاند وهيدوس على اي حد، لان ريال مدريد الماركتنج بتاعها عالي في الاساس. يعني اي لعيب بيجي ريال مدريد بياخد ماركتنج لوحده. تبص السنين اللي فاتت حتى مودريتش خد الكره الذهبيه. لما رونالدو راح يوفنتوس، عارفين رونالدو ده لو كان كمل في الريال كان ياخد الكره الذهبيه بدل من مودريتش. في نهايه الحلقه قول لي رايك في اسباب الفوز. انا شرحتها لك من وجهه نظري، سبب على برشلونه وسبب على ريال مدريد، ورد اعتبار لانشيلوتي، وهل ريال مدريد يقترب من ال15 اوروبيا ومن الفوز بكاس اسبانيا ولا لا. هنتكلم عن حلقه برشلونه ريال مدريد وتشيلسي، حلقه خاصه في دوري الابطال. شكرا ليك لو لسه اول مره بتتابعنا، وما تنساش تخبط اللايك والسبسكرايب وتقول لي رايك في الفيديو كمان.